برضو ايه الفرق ما بين الار بي ام وما بين المتر بير مينيت، ويعني ايه السرعه دي ويعني ايه السرعه دي. يعني ايه ار بي ام ويعني ايه متر بير مينيت. الار بي ام هي ترجمه او هي اختصار لكلمه ريفولوشن بير مينيت، معناها عدد الدورات اللي بيقدر يلفها الموتور خلال دقيقه واحده. كمثال، عداد العربيه اللي مكتوب عليه الار بي ام ده معناها ايه؟ بيقول لك عدد لفات الموتور اللي انت ماشي عليها دلوقتي، يعني ممكن يبقى 1000 2000 3 على حسب. ده بيقول لك ان في خلال الدقيقه الواحده لف مثلا 1000 لفه او 3000 لفه او 4000 لفه. نفس الحكايه موجوده في الهيد بتاع السبندل. لما انت بتتكلم بتقول 10000 لفه في الدقيقه او 12000 او 15، ده معناها ان هو بيلف بسرعه عاليه جدا. ملحوظه، لازم ناخد بالنا من حاجه اسمها التذبذب او حاجه اسمها الاسنتريك. بمعنى، انت ليه بتروح ترصص العجل؟ لما تيجي تروح ترصص العجل بتاع العربيه، انت سالت نفسك قبل كده ليه؟ انت طول ما انت ماشي في رجه. طب الرجه دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن الرجه دي تبوظ لك البليه بتاعت العجله اللي هي الاساسي بتاعها، وانت بتتكلم في 1000 و2000 و3000 لفه. ده كترجمه للرقم نفسه. لكن طبعا في عوامل كتيره قوي توصل لك ان العجله بتلف قد ايه فعلا، بس خلينا ناخد الموضوع كمثال. نفس الحكايه، انت عندك لما البنطه تبقى راكبه ومش موزونه، ده معناها ان لو في فرق نص جرام او ربع جرام، ده بيخلي البنطه مع السرعات العاليه جدا تبتدي تترج. الرجه اللي بتحصل في البنطه دي بتاثر على البلي بتاع السبندل. بعد كده بتخش في موال ان انا لازم يا اما اغير سبندل يا اما اغير البلي، تسمع صوت كسر وبيبقى فيها مشاكل يعني قويه جدا. فرجاء ما نستعملش بنط مسنونه الا اذا كنا سنيناها عن طريق مكنه نسيو جهه موثوق فيها. ورجاء ما نستعملش البنط الرخيصه. البنط الرخيصه هتبوظ حاجه غاليه الا وهي السبندل. طيب، الجزئيه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو المتر بير مينيت. يعني ايه متر بير مينيت؟ يعني انا خلال دقيقه لو انا عندي النقطه A والنقطه B والنقطه C، خلينا ناخد النقطه A و B، المسافه ما بينهم متر. لما بقول للمكنه اتحركي 1 متر بالدقيقه، يعني اقطعي المسافه من النقطه A للنقطه B في خلال دقيقه، المكنه هتبقى بطيئه. طيب، لو انا قلت للمكنه اتحركي من النقطه A للنقطه C في خلال دقيقه، يبقى هي اتحركت قد ايه؟ انا عندي هنا ده متر وده هنا متر، يبقى المكنه اتحركت من خلال النقطه A للنقطه C اللي هم 2 متر في خلال دقيقه. طب بحسبه بسيطه كده، يبقى هي اتحركت من النقطه A للنقطه B خلال قد ايه؟ بالظبط، برافو، خلال نص دقيقه. يبقى معناها ان سرعتها زادت من هنا لهنا قيمه الضعف. طب لو تخيل بقى انا قلت لها 3 متر خلال الدقيقه، يبقى هتتحرك كده، يعني هتبقى نفس الموضوع، يعني هتبقى نفس الطريقه. طيب، بنستفيد كده من ايه من موضوع المتر بير مينيت دي؟ ان انا بقول للمكنه تتحركي في المحاور بتاعتك خلال 3 متر بالدقيقه، 4 متر بالدقيقه. ودي ليها عوامل ثانيه. العوامل دي بتتوقف على البنطه، قطرها، سرعه دورانها، نوع الخامه بتاعتها، هل هي بنطه تشكيل ولا بنطه قطع. الحاجات دي كلها لازم ناخدها في الاعتبارات، وربنا ييسر باذن الله نعمل حاجه زي كده، دراسه للموضوع. هي دراسه جايه عن طريق الخبره وطريقه عن الممارسه، هي ملهاش قاعده قويه يعني نقدر نقول دي هي دي، وذلك لتنوع البنط وتنوع اشكالها وتنوع الماكينات وتنوع السرعات. فاحنا بنقول حاجه استيميشن، حاجه توقعيه كده بحيث انها تحافظ لنا على المكن. ومهم جدا، مهم جدا، ان في ناس كتيره بتشتغل على المكن وتلاقي البنطه اتكسرت او الشغل اتحرق، الخامه نفسها الخشب. فلازم نبقى عارفين الحاجه دي نقدر نحسبها ازاي او بالتوقع تبقى ازاي.